ازاي تقدر تاخد مبلغ مالي او فلوس من تكافل وكرامة عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي. كل اللي عليك ان انت هتاخد المستندات اللي انا هقولك عليها دي وهتتوجه لوزارة التضامن الاجتماعي علشان تقدر تحصل على تكافل او معاش تكافل وكرامة اللي بيكون تقريبا 500 او 600 جنيه على حد علمي على اخر تقدير. اول حاجة هتاخد معاك هتتوجه الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن بتاعك، يعني محل السكن بتاعك هتتوجه الوحدة الاجتماعية، وهتاخد معاك صورة بطاقة الرقم القومي سارية، تمام، صورة قسيمة الجواز أو الطلاق. رقم 3 صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة، شهادة كمبيوتر للأفراد الأقل من 18 سنة. صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين لو كانت موجودة يعني. قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 ل 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا، يعني الأطفال من 6 ل 18 سنة هيبقى قيد دراسي، وبرضه قيد للطلاب المقيدين جامعيا. كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية المتخصصة في حالة المرض المزمن والإعاقة، تمام. صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، ده في حالة الواحدة لو كانت مطلقة. صورة إقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم، عشان برضو دول مستحقين معاش تكافل وكرامة. طبعا أي حد ممكن يستوفي الأوراق اللي أنا قلت عليها، وفي الحالة دي هيقدر يحصل على معاش تكافل وكرامة. طبعا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وفولو وشير للفيديو علشان ينتشر، عشان الناس اللي ما تعرفش تعرف واكتر قدر من الناس يستفيد. واستنوني في معلومات جديدة عن المنح ومعلومات قانونية جديدة. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.